أعزائي المشاهدين، أهلا بكم أينما كنتم في برنامجنا الماضي اللي فات. الماضي اللي فات نعود بزمان كانت فيه الروح أكثر من الإحصائيات ومن عدد الكاميرات. كل حلقة ضيف جديد. اليوم ضيفنا الكابتن كمال الزروق، نرحبوا به. أهلا وسهلا بك كابتن كمال الزروق، أنسنا برنامجنا الماضي اللي فات. أهلا وسهلا بك كابتن مصباح، وأهلا وسهلا بكل الجماهير الأهلاوية الموجودين واللي يتفرجوا علينا. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، وإن شاء الله تفوت حلقة كويسة وسمحة هيك بناتنا. أكيد كابتن، عندك ما تقول لي ما أنت. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله صبيح. طبعا احنا جت العادة أن نقدموا أي نجم سابق نقدموه للجماهير الناديه والجماهير بصفة عامة. بداياتها كيف كانت طبعا، كيف كانت بداياتها الرياضية في التحاقها في النادي الأهلي. نبغى نفهم منك، نسمع منك أنت كيف كانت بدايتك يعني في النادي الأهلي، كيف التحقت طبعا مصباح أنا زي أي رياضي كان موجود في الكورة، نلعب في الشوارع، نلعب في المدارس. طبعا من سكان منطقة راس حسن. الكابتن حسن النابولي الله يذكره بالخير ويمسيه في الليلة المباركة هذه. يشوف فيا، يتفرج علي ولما نبدو نلعب وإحنا كصغار. جاني قال لي ايش رايك كمال تمشي تتمرن معنا في نادي الاهلي؟ قلت له عضل يمين بالرغم ان انا كنت في فتره معينه ما نيش مؤمن باللعب في الانديه للامانه. عايش قرايتي وحياتي وكوره الشارع. مشيت لنادي الاهلي موسم 84 85. استقبلوني استقبال جيد. طبعا هذا النادي الاهلي حاجه مش غريب عليهم. من اول ما استقبلك فيه طبعا عيسى المليان والشارعي. لان عيسى المليان كان قبلي موجود. اول ما استقبلني عيسى المليان وعرفني بالناس الموجوده في النادي. وطبعا انا اعرف الحاج عبد الباري باعتباره لاعب سابق في النادي الاهلي، هو اللي دربك الحاج طبعا. وبدأت التدريبات مع نادي الاهلي واستمريت لين وصلت نادي الاهلي وبرا المراحل اللي بعدها. بنعرف شكون المدربين ذاك الوقت، عبد الباري شكون كان معاه، شكون الاداريين، شكون الرياضيين ذيك الفتره اللي كانوا معاك ذيك والله الفترة ديك طبعا كان مدربنا الحاج عبد الباري الشركسي. المشرف الإداري الحاج مصطفى الأربش الله يذكره بالخير ويمسي عليه. كان معنا بالرغم أن أكرم بوحلقة كان موجود مع الفريق الأول معكم أنتم مصباح وقتها، لكن في تواصل مع بعض، في تواصل مع بعضنا. كان يجينا ويسأل علينا. الرياضيين في رياضيين طبعا استمروا، في رياضيين ما استمروش. نذكر منهم خالد العربي، علي الديب، عادل الخزام، أسعد بزازي، عمران بوزيد، فتحي الجورني، كل الفترة اللي فاتت جمعة القاضي، عدد هذا مجيد الطرابلسي، الصادق بن يوسف، الشديدة اللي هو الشديدة، خالد الغزاوي، العلواني هذا استمرش، الدرهوبي الله يرحمه، كل الحراس. عيسى الحراس طبعا لقيت رشيد القاضي ولقيت شكري. أنا لما لقيت واستمرنا بالعكس ما كانش معك. لا بعدها لحق علينا في الكبار مش في الصغار. من هو اللي مدرب يكتشف الموهبة متاعك؟ طبعا انا قلت لك اللي خلاني نلعب الكوره هو حسن النابولي للامانه. خلاني نمشي نلعب الكوره ودفع بيا يعني انه هو موجود في النادي. طبعا الحاج عبد الباري وشبح الموهبه نتاعك. الحاج عبد الباري امن بقدراتي. تقريبا بعد اسبوع او 10 ايام دار لي بطاقه. للامانه مصباح ما كنتش نلعب هلبة في الفئات السنيه في الوسط. كنت بديل. اللي كان يلعب رسمي هو مجيد الطرابلسي، لان انا لعبت جابوني حطوني جناح ايمن. طبعا انا في الشارع كنت نلعب لعيب وسط. جيت لي نادي الاهلي الحاج عبد الباري قال لي لا مكانك هذا هو. خلاص امتثلت الكلام اللي قاله الحاج وبدأت نلعب جهة اليمين، لكن ما كنتش في فئة الوسط نلعب من الرسميين للأمانة. الذكريات اللي مع عبد الباري انه هو اللي وظفك جهة اليمين. طبعا هو اللي وظفني جهة اليمين. هو اللي انت وين كنت تلعب من الاول؟ انا لما كنت في الشارع كنت لاعب وسط، كنت صانع العاب. كنت صانع العاب في الشارع وفي المدرسة، هذا مركزي. لكن لما جيت نادي الاهلي عبد الباري اول ما وظفك جهة اليمين يعني من ممكن اول تمارين ولا ثاني تمارين تمرنت دار تقسيمة قال لي انت تلعب في اليمين. طبعا قلت له حاجة أنا نلعب في الوسط. قال لي لا أنت تلعب في اليمين. لعبت في اليمين خلاص قعدت في هذاك المكان. استمرت فترة طويلة في الوسط. الوسط 3 سنوات في الوسط. 3 سنوات لكن فيهم تقطعات للأمانة، فيهم بعض التقطعات. الدوري مش طويل. الدوري ما كانش طويل لا وفيهم تقطعات. وزي ما قلت لك ما كنتش نلعب هلبة. نفس المدرب عبد الباري كان 3 سنين مع الحاج عبد الباري وما كنتش نلعب هلبة للأمانة في الوسط. ما كنتش نلعب هلبة. الفترة اللي لعبتها في الكبار أكثر من لعبتها في الوسط. باي أنت ما لعبت فترة الوسط انتقلت بعدها للكبار. انتقلت في موسم 87 88. بعد لو تتذكر مصباح مباراة السواحلي اللي ربحناها 1-0 وسجلها مجيد طرابلسي. هذيك المباراة طبعا ما زال مانيش في الكبار. بعد المباراة ديك بالضبط كلمني الحاج عبد الباري وقال لي باش جيت تتمرن مع الفريق الأول. بديت نتمرن مع الفريق الأول. التحقت مع الفريق الأول. من كان المدرب الفترة ديك الحاج عبد الباري يعني. السنة اللي تعادلنا فيها العديد من المباريات سنة 87.
قعدت نتمرن. المباراة الوحيدة اللي شاركت فيها الموسم هذاك اللي هي مباراة دارنس، ربحنا 1-0 شجلة سالم الجاني، لعبت فيها 25 دقيقة. لعبت الشوط الثاني يعني؟ الشوط الثاني لعبت 25 دقيقة الأخيرة. لعبت الجناح أيمن؟ لعبت جناح أيمن، إيه لا نفس المكان. وخلاص بعدها هنا استلم من هاشم البهلول، أو كان مريض ولا هاشم البهلول، كان ظهره الله يرحمه ويغفر له. استلم من الهاشمي البهلول، خلاص استمرت في المكان هذا وبدأت نلعب مع الهاشمي في نفس المكان. أول مباراة لعبتها ضد دارنس 25 دقيقة، 1-0 ربحنا 1-0 شجلة سالم الجاني. وانت ذاك الوقت اول مباراة ليك، كيف كان شعورك مع الفريق الاول صباح مش حاجة سهلة انك تلعب في الاهلي قبل كل شيء. وانت معروف عليك كمال بشوش وتخش لكن يعني تخش تدرز لكن صباح تعرف اللاعب في نادي الاهلي ما هوش حاجة سهلة ان الانسان يلعب ويلقى روحه يلعب في نادي الاهلي. والله تعطوا فيك ثقة من الاول. جابك نابولي عنده نظرة ولعب، وعبد الباري كذلك حتى هو يعني عندهم نظرة، لانهم كانوا مساهمين كلهم في الرياضة. طبعا يعني بداها من عبد الرحمن بشر الله يرحمه يشبح رياضة كويس يجيبوه. طبعا يوغانيل الحاج عبد الباري في فتره من الفترات هو يجيب فيها من انه يسكن هنا في البطاطا وانا اسكن في راس حسن. راه مش سهل ان مدربك يختم عليك ويجيبك. ما احنا كايننا عيله، فهمت؟ مدربنا يعامل فينا كايننا عيله. طبعا حسن نابولي كان ضيفنا في الحلقات الماضيه هنا، يذكره بالخير، وكذلك عبد الباري زوج جبناهم ضيوفنا هنا. تفرجت عليهم. وجدنا كان البرنامج هذا كان فتره طويله، راه جبنا يعني عمالقه النادي الاهلي اللي في الاداره وفي الخدم زي مثال نقولوا ان شاء الله في المستقبل المرحوم هاشم بهلول وعبد الرحمن بشر، لكن الله غالب ما زال في ناس حيين ويقدروا يتروا الحلقات هذه مصباح بهلبة اخبار والبا حاجات ان شاء الله. ان شاء الله. فاتك وفاتها تو من يومين، لاش ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يغفر له ويرحمه يا رب. نحن نبو الاجواء وانت صغير خشيت على جماعه مصباح. انا لما الهاشمي قال لي انه تسخن والرياضيه فيها 35 و40 الف، راهو تبدا تحس في رجليك يرعشوا مع بعضهم، لان زي ما قلت لك ما يسهل انك انت تلعب في الاهلي. راك خاش في مصباح شنقب، في عياد القاضي، في جمال بنواره، في ابراهيم المعداني، في رضا عطيه، يسامحوني اللي ننسى اساميهم. مش سهل انك تخش تلعب مع الناس هما. الحمد لله خشيت لعبت 25 دقيقة، ما الرهبة لولا، وبعدين خلاص الحمد لله أنا بطبيعتي ما خافش هلبة من المباريات. صحيح. صارت الرهبة لولا هذه لازم منها، وخشيت في اللعبة مع الجماعة ومشت الأمور. من المدرب اللي ترك فيك بصمة تحس أنت في وجدانك هيك وقدم لك إضافة ووتر فيك يعني؟ بصراحة أوتكار دوليش. السبب علاش أوتكار دوليش؟ لأن أوتكار دوليش غير لي مركزي في الملعب، وبرغم أنني ما كنتش راضي على تغيير مركزي في الملعب، وصار بيني وبينه هلبة جدال وهلبة حديد. وصلنا مصباح مشيت قعمزت في الإدارة مع الله يرحمه ويذكره بالخير الحاج مصباح العروسي، وزعلان أنا ولا ما نلعبش في المكان هذا. انت كنت جناح ايمن، جاء هو بدا يلعب ب3-5 اول ما جانا ب3-5-2، حطني على الخط وحط قدامي جناح صح عليك. وانا قلت له راني ما عندي السرعه، راني انا لاعب مانيش سريع، فهمت؟ قال لي انا المدرب وين ما نقول لك العب تلعب، مش عاجبك او نحوشكم. ومشيت قعمزت مع الاداره وقعمزت مع مصباح العروسي، وجاء هو قعمز معانا واقنعني ووليت نتمرن، والحمد لله مسيرتي كلها مع نادي الاهلي كانت في المكان هذا. ونعتبر في نفسي نجحت، بالرغم من الناس هي اللي تحكم على انا نجحت ولا ما نجحتش، لكن انا نشوف نفسي. كم بطوله جاب لنادي الاهلي؟ كاردوليش جاب لنا 3 بطولات اعتقد. بطولتين ممكن. لا 92 93 94 94 95 بدا معنا وبعدين ما كملش اعتقد، هو جانا بعد البلغاري ولا 94 عندك علم على تنقل الاسلام. اي نعرف، انا بتواصل معاه تو صباح. هو قعدت فتره في ليبيا في المنطقه الشرقيه اسمع عبد السلام. غير اسمه عبد السلام. يعني انا تو نتواصل يعني النادي الاهلي جبناه الحمد لله، دي ما حاجه تسجل لنا احنا نادي الاهلي باذن الله. لا في تواصل معنا تو في الماسنجر كي نسال على صحته ويسال عليا، ولو في مناسبه النادي الاهلي يبعث لنا للامانه مش نسينا راه مصباح والله. ما نسينا المباراه اللي خطه مع النادي الاهلي. ولا مصباح عندي مبارتين باختلاف الوضع فيهم. مباراة المدينة موسم 91-92 اللي ضيعنا فيها البطولة، كانت تتذكر تعادلنا 0-0 وخذوا البطولة الأهلي بنغازي. هذه كانت ذكرى مؤلمة جدا جدا صحيح. جدا جدا، لأن كنا قاب قوسين أو أدنى أن نكون أبطال، أن نعجنوا مع الأهلي بنغازي ونكونوا أبطال. لكن المدينة يعني وقفوا ند لينا وما عندهمش فيها، كان وقفوا يبوا ينحونا البطولة، وقفوا لعبوا شرف الكرة. وإحنا للأمانة مصباح لو تعود بينا الذاكرة ونحصلوا شريطها وتتفرج ضيعنا أهداف. علاش قلت لك هي مؤلمة؟ هو ربك مش رايدنا ناخذ البطولة. صح، هذه كانت
كانت مؤلمة جدا جدا جدا. والمباراة اللي كانت صعبة، هذه كرة القدم، هذه كرة قدم. بالعكس هو شرف الملعب. صح يزعلك في البداية أن كيف نحو لنا بطولة، لكن بعدين لما أنت تقامز بروحك يدي هيك الكرة مصباح تبي تربح حول الملعب. هو لعب من أجل اسمه، من أجل شعاره، من أجل نادي المدينة، وإحنا لعبنا من أجل الأهلي ونبغى ناخذ بطولة. وهذا شرف الكرة، وهذا شرف الكرة، تنافس شريف، تنافس شريف، رياضة تهذيب النفوس. صح علي، مش كل شيء، مش كل شيء ما فيش حد في الكرة دي ما يربح مصباح. فيش حد في الكرة دي ما يربح. راك بتخسر وبتتعادل وبتصير لك انتكاسات، بتصير لك فرح وانتصارات، لازم تتقبل. لكن لما الكرة تكون يعني عادلة ما فيهاش كوليس، ما فيهاش تلخبيط، ما فيهاش سوداء، صح عليك، تمشي والأجدر يكون بطل. صحيح. المباراة الثانية مصباح اللي هي مباراة الوحدة اللي كانت في ليلة العيد الكبير، حتى هي في 91-92 اللي كنا خاسرين 1-0. المباراة احنا والوحدة 2-1 كنا خاسرين 1-0. اخر 5 دقائق سجلت انا وخالد العربي. يغنوا لنا هم في التريبونة نتاع ليلة العيد نفسها اللي نديروا فيها في ليلة العيد، باش تو نقعد نقول فيها في الواحد. وانت في الملعب تحس نفسك ميت في الملعب. صح، راه ما هي سهلة. طبعا الوحدة من الفرق اللي تعرف تلعب الكرة، لكن مش من الفرق اللي تربح في الأهلي للأمانة. يعرفوا يلعبوا الكرة، لعابة ممتعين في الملعب، لكن عادة ما يربحوش في الأهلي. المباراة دي كان رابحين للدقيقة 85. طبعا نادي الوحدة معروف عليهم يعني عندهم رياضيين مدرسة في، طبعا عندهم لاعبية كبار لعبوا، ويحبوا دائما ينافسوا في الأهلي. تاريخ نادي الوحدة صراحة تنافس شريف دائما، تنافس شريف. وداروا لنا مباراة كبيرة نتذكر فيها، وكانوا رابحين ممكن للدقيقة 85. بعدين سجلت أنا وخالد العربي الأهداف وربحنا 2-1. أنا ذاك اليوم تقول واخد بطولة، والله مصباح تقول واخد بطولة. باش السر هذا دائما نادي الأهلي يكون خاسر 1-0 دائما مباريات، والجمهور يتعرف لك مرات يروح الأهلي خاسر اليوم يطلع رابح، بعدين يجي في اللي يروح للحوش طايرت له، بعدين يسمعنا الأهلي ربح. شنو السر فيها؟ عدة مباريات يعني مش جيكم انتم كمال بس، او يعني حتى جاي اللي قبلكم نفسه. شنو السر فيها يعني يودي اخر لحظات الاهلي؟ السر لان الاهلي من الفرق الكبيره والفريق الكبير من طبعه انه ما يأيسش، يعني. انه عنده شخصيه وما يأيسش. انا فريق كبير، انا اسمي اهلي، ما دام اسمي اهلي، ما دام المباراه قاعده في الملعب، ما دام انا عندي امل اني نرجع وعندي ثقه في نفسي اني نرجع. لان مصباح في الكوره لو انت رياضي ما عندكش ثقه في نفسك، صحيح، لما يصير فيك جول تنهار، اذا انت معظم المباريات خسرها. لا، احنا الاهلي ما نشكي، احنا الاهلي تربينا وجانا لقى لكم انتم قبلنا، تعلمنا ان الاهلي يلعب ديما يبي يربح، هو خاسر يبي يربح. الفوز صحيح. كونك خسرت موجوده في كره القدم انك خسرت، لكن ديما لين يصفر الحكم نهايه المباراه وقتها نقول احنا خسرنا. ما دام الحكم ما صفرش رانا احنا قاعدين في الملعب. انت بدري قلت لي ما عنديش سرعه لما حطك المدرب على الاطراف، لكن عندك ميزه انت صراحه مش كل الرياضيين، خاصه مباراه الديربي كمان تلقى الرياضيين متأثرين متنرفزين، مباراه انت حتى يكشخ عليك، حد يضربك، حد تضحك لو تبتسم معاه. يعني عندك ميزه مش عدواني، مش شرس، الحمد لله. فلهذا يعني دائما تدير في جوال في الديربيات يعني، وعندك جوال يعني سواء في طرابلس او بنغازي مع الفرق الديربي اللي اتحاد. الحمد لله مصباح اللي بنعرف الاجواء اللي تخوض فيها قبل المباراه وكيف كانت الاجواء يعني لعبك مباراه الاتحاد كيف تقوسها. شوف مصباح انا عندي قناعه ما يغيرها ليش ولا واحد. اللي ما يلعبش مباراه الديربي ما لعبش كوره في ليبيا. انا في رايي الشخصي اللي ما شاركش مباريات الديربي كأنك ما لعبتش كوره في ليبيا. هي الكوره شنو هي؟ كوره ديربي، كوره مباراه صعبه. العالم كله احسن مباراه اللي هي الديربي. انا للامانه الحمد لله ربي اعطاني ميزه اني ما نعدلش يوم الديربي، نتمرن وانا نتمرن كأني بنلعب مباراه عاديه، ونخش للملعب قسما بالله وهي حاجه فاتة وانا عمري 60 عام، ودي حاجه فاتة ما نشبع فيه الفريق اللي ضدي. ما نشوفش فيه لا صراحه نشوف في الاهلي لاحظناها فيك يعني انت تلعب دائما في المباريات يعني بدون ضغط نفسي يعني ما نعدلش يعني في مباريات الديربي نلعب في الكوره من اجل الكوره اللي طالبه مني المدرب، نحاول ننفذه، مرات ننجح مرات ما ننجحش، هذه كره قدم، لكن انا نحاول ننفذ اللي طالبه المدرب. وانا طبعا في حاجه مصباح ان انا لعبت 8 ديربيات ما خسرتش. انا عمري ما خسرت في الديربي. كل الديربيات اللي خضتهم ضد الفريق المنافس. هذا يرجع لك انت ومحظوظ او شيء. اي محظوظ، فيها نوع من الحظ طبعا، فيها نوع من الحظ. هذا مش فلاحه مننا، احنا 11 نفر نلعب، مش بروحي نلعب انا، لكن الحمد لله. معناها الفريق لعبت فيه انت الفتره هذه ما خسرش ديربي، معناها كان الفريق خطوط 3 يعني. طبعا كانت خطوط متجانسه، فريقنا كان متكامل
طبعا مش كمال هو اللي مخسرش، الاهلي ما خسروش. صحيح. لكن انا ككمال الزروق لعبت 8 ديربيات. يعني هذه نقولوا احنا احصائيات. احصائيات 8 ديربيات ما عنديش فيهم خسر. الله يبارك. ما بين ربح وتعادل. عندي تقريبا 4 ربحات او 5 ربحات وثلاثه في النقاش 12 ما شاء الله. 5 ربحات تقريبا وثلاثه تعادل. الزروق دكتور في التربيه البدنيه وتحاضر في الجامعه. ما نقدرش بالدواء طبعا احنا. لا الحمد لله. الحمد لله. من هو اللي يقرب لاعب ليك في الملعب يعني فتره حياتك كلها يعني؟ والله بصراحه انا هذه فيها احراج. انا للامانه جيلي بتاع التسعينات كلهم جيلي بتاع التسعينات كلهم اصحابي وكلهم احبابي، اضافه اللي جيلكم انتم اللي لحقنا ولعبنا معاهم واللي كان لنا شرف ان نلعبوا معاهم الناس اما كل الحمد لله تربطني بهم. الميزه اللي خدناها احنا حتى احنا نفس الشيء لقينا الجيل اللي قبلنا ياخذ الصغير يحطوه مع الكبير ويعلموه يمهدوه طبعا يشبهوه هذا قيادي، هذا واحد يعطوه رئيس فريق هو صغير مش شرط يمهدوه صراحه. احنا لقينا هذه قبلنا واحنا لقيناها احنا اعطيناها للجيل اللي بعد. انا اول ما جيت للاهلي وركبت للكبار مصباح نشبح قدامي المرغن الشريف وجمال بنواره. لما تجي تقعمز بينك وبين نفسك تقول انا كيف بنلعب في جمال بنواره وفي شريف المرغن الشريف يلعبوا في جهه اليمين، هم دوك الزوز يتعاركوا شكون يلعب يمين وشكون يلعب وسطي. صحيح. تجي انت تبي تلعب في وسطهم. هنا لو هم ما خدوش بيدك تعلم منهم وتتعلم منهم وفي الملعب يساندوا فيك ما تقدرش تلعب. مصباح صدقني ما تقدرش تلعب لان اسم زي اسم جمال بنواره قاعد يلعب ل 93 94 تقريبا. صحيح. جمال صحيح مش سهل انك انت تلعب في مكان جمال وجمال يتغير مكانه. معناها هذه شو معناها الناس ما اخذوا بيدك. طبعا انا الجيل هو كل احترام اضافه اللي جيلي اللي لعبت معاه بيش نذكر اسماء لكن اقرب زوز للامانه كانوا اصحابي حتى البرا. هو دائما اللي يقرب ليك في اللاعب يعني لا اقرب زوز كانوا حتى اصحابي البرا اليوم محمد زقوزي وخالد العربي. ممكن اقرب زوز لي. خالد العربي باعتبار واحد يعطيك الباص واحد انت ترفعه. باعتبار خالد العربي كنا مع بعض حتى في الجامعه هو في الهندسه وانا في التربيه البدنيه نتلاقوا كل يوم إضافة نتلاقوا في التمارين نمشوا على بعض نونجو ولد بناتنا علاقة. طبعا زقوزي ولد شارعي وصاحبي وصديقي وبعدين محمد راو قريته حتى في الجامعة. الله يبارك ما شاء الله. محمد قريته حتى في الجامعة. خلاص هادو الباقي مثلا أسعد بزازي عادل الخزام هم أصحابي راو. حتى زقوزي في الحلقات القادمة مستهدف راه. طبعا بيجيها بإذن الله إن شاء الله. وتحصل معاه راح حديث كيف أبوه الله يرحمه يعني كان ممثلين الرياضة في ليبيا في طرابلس كان مدرسة زقوزي كان مسمين بيه. عليه اللي ما يذكرش عب عليه في الكورة ما يعرفش الكورة كيف. طبعا احنا جيالنا السابقة كان جيل ورجيل يسلم في الراية في كل شيء يعني. طبعا. لكن الأجيال الأخيرة تغيرت. شو الفرق بيناتهم يعني؟ هل فرق العقود؟ طبعا طبعا أخذت الحراسة من بعيد الغويل على سبيل المثال. بعيد الغويل أخذها من جمال خليفة بنوارة يعني بالتدريج يعني أنا بعد الحراس كريمة تقريبا حاجة هيك ولا احنا مصباح الكورة جيلنا احنا وجيلكم انتم تغيرت على الجيل هذا. العقود خلت ما عادش فيها سلم لي ونسلم لك. فيها الأحسن والأفضل هو اللي نجابه يلعب. تمام. جيلنا احنا مثلا وجيلكم انتم كنا احنا ما يسمى بابن النادي اللي متربي وعايش في نادي الاهلي هو اللي بيلعب. طبعا مع امكانياته كان فيه الروح قبل كل شيء صح عليك مع الامكانيات مش لانك ولد نادي معناها لازم تلعب. لان في هلبة تمرنوا في نادي الاهلي وما قدروش يلعبوا في الكبار. موجوده هذه في الكوره في اي نادي. توا انت بينك وبين الرياضي عقد ومبلغ مالي ويقدم في الملعب. صحيح. هذا اللي بينك وبين الرياضي. اوكي هو الرياضي والكوره انت محترف راك بتقدم فيش نقاش. انت انا اعطيك مقابل راك بتقدم مقابل المادي اللي انت واخده مني بتقدم في الملعب. لكن ما فيش انا بنسلم الرايه للي بعدي. هو تو يعني في احتراف معناها احتراف عقود. غير مقنن زي العالم. عندنا احتراف في ليبيا لكن مش المفروض الرياضي يكون محترف حتى يكون الاداره احترافيه الاداره طبعا ويكون المدرب محترف طبعا كل شيء المفروض يكون محترف. يعني زمان نقولوا الاهلي ما يصرفش 100,000 زمان وتو يصرف 200 نقولوا 100 مليون سبيل المثال نقولوا يعني المفروض يعني الاهلي من قبل متعود ياخذ بطولات. طبعا المفروض تو لما يكون الصرف كبير ومحترفين انجاز كبير المفروض يكون. طموحنا زمان كان الجيل الاولى وصلوا لنهائي كاس افريقيا اللي وجيلكم انتم الجيل احنا الجايه المفروض تكون اكثر من هيك لان هم استلموا الرايه من جيل لجيل مع توفير امكانيات. تو انت يعني زي ما قلت لك ما شاء الله عليك دكتور في التربيه البدنيه يعني عارف انت كل شيء يتطور طبعا مع الامكانيات مع الاستشفاء مع الاحصائيات مع المعد البدني مع الواحد تغير اللي قبل. المفروض يعني طموحنا احنا
يعني متابعين النادي الاهلي او رياضيين سابقين ان نبوا الاهلي يدير انجاز زي ما داروا الاولين في كل شيء، هو الاول ما مصباح في الكاس هو الاول، في البطوله هو الاول، في ليبيا في جمع هو الاول، في ليبيا في البطولات هو الاول، نبوا نديروا انجاز افريقي. ما مصباح انت كيف بتدير انجاز افريقي؟ انا الكلمه اللي قلتها قلت لك الليبيين محترفين مش محترفين. هي الاحتراف مش انك تاخذ فلوس وخلاص. ما هي من هنا من الموقع الاعلامي هذا ومن حضرتك ومن الخبره نعطوا بعض الملاحظات باش يستفيد بها غيرنا. هذا هو الاحتراف، انك انت تكون رياضي متكامل في نفسك قبل ناديك، قبل العقد، قبل ناديك وقبل. هل انت من نوع الرياضيين اللي ترقد من الساعه 9 في الليل؟ هل انت تتغدى في غداء رياضي؟ هل انت ما تلعبش في الكوره في الشارع؟ هل انت ما تسهرش؟ ما هذه اسئله توجه للرياضي. الرياضي المحترف، الرياضي المحترف مصباح يرقد ياخذ في ساعات النوم متاعه كامله، ما فيش سهر، ما فيش دخان، ما فيش مش عارف الحاجات هذه اللي توا منتشره في ليبيا. الاستشفاء، التغذيه، شنو هي التغذيه متاعك؟ تصرف على نفسك في التغذيه، مش لازم كل شيء يديره لك النادي، مش اكل متاع العادي. لا مش الاكل العادي، يعني الرياضي في مكملات غذائيه ثانيه لازم غير المكملات. مصباح الرياضي اكله خاص، الرياضي اكله خاص. قداش تاكل موجوده في العلم، قداش تاكل كربوهيدرات، قداش تاخذ فيتامينات، قداش تاخذ سكريات موجوده. هل العقليه تغيرت او ما تغيرش؟ العقليه يعني تغيرت من ناحيه الطموح، من ناحيه الالتزام؟ لا مش من الافضل. لا مش للافضل. لا انا اللي نشوف فيه هو لما نشوف احنا يعني عاداتنا وتقاليدنا وديننا، الواحد يلتزم دينيا حيلتزم رياضيا. صح عليك انت لو تلتزم من الناحيه الدينيه تلتزم رياضيا. لو تطبق معنا طبعا الشريعه في الدين طبعا ما فيش زهر، ما فيش تلقى روحك ماشي بالطريقه الدينيه. الرياضي تو اصبح، انا ما نلوماش طبعا لان هي هو اللي تك الحياه. الرياضي عقد ويقدم لك في مقابل، خلاص هذا هو، اكثر من كي ما فيش. يتم عقده، يا بتجدد له يا بينتقل لنادي تاني. الاجيال اللي قبلها تحكي لها انت مصباح، احنا كانت توقيعه واحده انت تتذكر. صحيح. توقع ما عادش تطلع لين يعطوك رقيق، عام عامين 10 سنين لين هم يقتنعوا يعطوك رقيق. ما عطوكش رقيق، انت موجود في ناديك لين تبطل الكوره ولا برا قاعد في حوشكم ما عادش تلعب الكوره. توا سنه بتاخذ مليون، بتاخذ نص مليون، شوف القيمه اللي بيعطوها لك نهايه السنه بيجدوا لك يعطوك، ما بيجدوا لك. انت ابن المؤسسه بتاع نادي الاهلي صحيح، وعندك تاريخ نادي الاهلي، لكن جاتك زعله مره هيك وما قدرتش تكمل في نادي الاهلي فتره الموسم هيك. والله مصباح الموضوع هذا ليه والله يعني مش تفاصيلها. لا ما نعطي ما دامك سالتني السؤال هذا مصباح لا لازم نعطي تفاصيل لسبب. انا طبعا انا من النوع اللي ما نردش في الاعلام، ومهما يقولوا ما نردش. انت ابن المؤسسه انا في الاخير انا خلي اللي بيقول يقول، انا ولد نادي الاهلي في الاخير اللي هذا تاريخ هذا. مصباح انا نكتب علي بيوع ونكتب علي هالبكلام. لا ما الناس تعرف، ما أنا لا في ناس ما تعرفش مصباح، في ناس ما تعرفش انا علاش. لا علاش انا سيبت نادي الاهلي. في ناس ما تعرفش علاش كمال الزروق سيب نادي الاهلي. كمال الزروق في سنه بالضبط في سنه 92 هي والله في امور شخصيه لكن واحد مضطر انه يتكلم. في سنه 92 كمال في سنه 92 خطب تمام مستعد للجواز. وقتها كان رئيس نادينا الله يرحمه ويذكره بالخير ديما نقول فيها مصباح العروسي الله يرحمه. جيت المصباح العروسي وقلت له انا راني مقبل على زواج ومحتاج لي شقه. وهذيك الفتره في ريدين يجيبوا فيه يعطوا فيه صح عليكم، هذا الكلام اللي بنقوله. أيوة. المصباح وفي ناس جت واخذت الشقق، واخذت حتى من الرياضيين اللي يلعبوا معنا كانوا اولاد نادينا وصحتين ليهم لان قدموا النادي الاهلي. خلينا نقول بيك لحظه بس. تفضل. علاش الرياضي اللي يجيبوه من برا ياخذ امكانيات فهمتني كيف؟ واللي في النادي ما ياخذش مثال نقولوا. السؤال نسألوا فيه رئيس النادي، هذا رئيس النادي هو اللي جاوبه. استمر مصباح. قال لي باهي وقعد يماطل فيا. جاء بعده جاء المرحوم عبد السلام الزادمه الله يرحمه نفس القصه. باهي تو نعطيك لان طبعا بيش نذكر اسماء، ممكن 20-25 رياضي اللي ياخذوش صحيح. جاء بعدها الساعدي كان هو مسؤول في نادي الاهلي. انا قعدت مصباح 4 سنين بالضبط وانا خاطب ونستنى في شقه من نادي الاهلي. انا امكانياتي ما تسمحش اني ناخذ شقه. انا وقتها معيد في كليه التربيه البدنيه، ناخذ في 207 جنيه 207 جنيه ما يديروش شقه مصباح، وانت تعرف الكلام هذا. والشقق متوفره عند الناس المسؤوله في نادي الاهلي. باي علاش سين وصاد وعين وتعطيهم وكمال لا، برغم ان انا كنت من العناصر الاساسيه في نادي الاهلي. حتى لو كنت ما نلعبش يعني تقول ظروف اجبرتك. خلاص جيتهم قلت لهم اعطوني ورقيه.
انا لما اخذت ورقيه لما مصباح اعطوني ورقيه اعطوها لك بسهوله هيك لا والله لا، للامانه للامانه ما انا تو نذكر في الموتى كلهم كلهم حاضرين ما تكش ورقه نذكر في الموتى كلهم انا الله يرحمه ويسامحه الله يسامحه الله يسامحه عبد الحق موسى ابو شواشي. انا لما جيت ناخذ انسحابي كان تتذكر مصباح مباراه احنا والنادي الصفاقسي بتاع 2-2 الوديه تم 2-2. انا ما كنتش نتمرن قبلها بيومين. جت الحاج مصباح الحاج عبد السلام نتكلم فيه على الانسحاب، واحد قال لي انت غدوه بعد غدوه جي للمباراه وبعدين نتفاهموا. تمام. جيت للمباراه كنت احتياطي في المباراه برغم اني ما نتمرنش ولا تو طبعا الفانيله انا محتفظ بها تو تاع مباراه النادي الصفاقسي المخططه الخضراء انا لبست رقم 2 محتفظ بها. تمت المباراه داروا لنا مائده العشاء في كان تتذكر في حين ندلس وقتها في المنتدى بعد المنتدى مصباح الحاج رئيس نادي الترجي جاء رئيس نادي الترجي صفاقسي مش ترجي صفاقسي وجاء مصباح الحاج عبد السلام طلع الحاج عبد السلام طلعت في جرته سيبت الواحد وطلعت في جرته. الحاج عبد السلام قلت له مش وعدتني بتعطيني ورقيه. كان فيه جمال درويله موجود على قيد الحياه قال له الباشمهندس جمال ان شاء الله كل عام وهو بخير قال له خلاص غدوه يجيك كمال اعطيه ورقيه. مشيت غدوه للنادي مشيت للنادي من نلقى استاد يوسف النحايس الله يرحمه ونلقى جمال درويل. جيتهم قلت لهم هاي اعطوني ورقيه مش الحاج قال لكم اعطوا الكمال ورقيه. للامانه يوسف النحايسي ما بيش يعطيني الورقه قال لي غير برا وتو نعطوك. قلت له لا الحاج مصباح الحاج عبد السلام قال لكم اعطوني ورقيه. وقتها والله يا مصباح اقسم بالله العظيم هي فاتت باي ما عندي في دماغي نادي ما عنديش ولا نادي في دماغي روى لكن بناخذ ورقيه وبنمشي وبعدين استغلوا الظروف. صح عليك. معروف اللي يجي من النادي الاهلي معناها احنا قاعد انا وياهم نتكلموا وركب موسى ابو شواشي الله يرحمه الله يرحمه خيره كمال قال لهم شنو يبي. انا وموسى ما كناش ما كانتش الامور باهيه للامانه. خيره كمال قالوا له كمال يبي انسحابه والاداره والباب الاداره مسكر قال لهم لا شو المشكله. اقسم بالله يا مصباح اقسم بالله كان عندنا كنت اتذكر في عامل مصري فوق قال تعال كسر الباب. اقسم بالله العظيم كسر الباب ووقعوا لي انسحابي واخذته. لما جيت طالع ناداني قال لي كمال نقول لك وانت تمشي طبعا سامحوني الجمهور في الكلمه لكن راني بنتكلم. قال لي قلت له كان طلقتها ما تورياش حوش بها صحيح. انت اعطيتني ورقتي ما عادش ليك بي علاقه ونمشي نلعب هذا موضوع ما يعنيكش. وتوكلت على حالي. كلموني المجد وكلموني المحله وقعمزت مع عبد الله منصور وقعمزت مع عبد الحميد شعماش وبالحرف الواحد هيك قلت لهم راني كنت في نادي ما شاء الله عليك الذاكره بتاعك ايه كيف هذا موضوع يهمني مصباح. هو انا وجعني ان الناس تقول بيوع. لا انا مش بيوع صح عليك مصباح انا مانيش بيوع. انا الظروف حد بيوع لا قالوا في نادي الاهلي وفي صفحات نادي الاهلي قالوا لا ما نحكيش اصحابي انا ولا الناس اللي عارفه الحقيقه واللي عايشين صح عليك. لكن في ناس قالت الكلام هذا لانه ما يعرفوش الحقيقه ولا يسمعوا من ناس مغرضه. كانك بيوع ما يعطوكش هاد قطاع ناشئين سنين تربي ما هذا هو هم حاربوني في الموضوع هذا امانه هذه قعمزت مع شعماش وقعمزت مع عبد الله منصور وبالحرف الواحد قلت لهم اسمعوا انا كنت في نادي الاهلي وراو انك تخسر جمهور نادي الاهلي ما هيش سهله صحيح. نعرفها ما هيش سهله انا مصباح وكان ناديه مصباح رئيس ناديه مصباح العروسي وعبد السلام الزادمه والسعدي معمر وما اعطونيش ما تضحكوش عليا. لما لقيتهم كلامهم مش ماشي وخرت يوم بالصدفه والله يا مصباح زي ما نحكي لك الا بالصدفه واقف في الجامعه يعني ونحكي في قصص غريبه وخاتم محمد بالسياره. انا نعرف محمد طبعا باعتبار محمد معمر باعتبار انا خالد صاحبي ونمشي لكليه الهندسه وخالد انا من صاحب محمد من الطفوله نعرفه انا نعرفه محمد درس لي كمال شن حالك شن اخبارك. قال لي حق اخذت انسحابك من الاهلي. قلت له اخذت انسحابي من الاهلي. قال لي تلعب معنا هيك راو في الشارع الكلام هذا. قلت له نلعب معاك في حاله واحده تعطيني شن نبي كويس. قال لي انت شن تبي. قلت له نبي شقه ونبي مبلغ ندير بيه عرس هيك. قال لي تعال نعطيك. وفعلا كان عند كلمته مصباح وفي بوعده اللي نبيه وزايد اقسم بالله مصباح وزايد تمام. لكن انت بعدها رجعت للاهلي. انا هذا نادي احكي لك رجعت للاهلي هل لقيت ظروف لقيت حد يدلك اي حاجه لا للامانه الناس الموجوده في نادي الاهلي استقبلوني ولدهم. انا الموضوع الله يسامح يعني الانترنت والفيس حاجه كمؤسسه
ما وصلش فيها ولا واحد. لكن كاشخاص يمشوا وجوه نعرف مش غير انت انظلم. لا نعرف خلف رياضيين ظلمهم مدرب، ظلمهم رئيس نادي، لكن مش معناها هذه المؤسسه يعني هي لشهرة الناس. أنا مصباح لو حاط في دماغي أن المؤسسة هي اللي ظلمتني، راني ما جاتش خدمت، راني ما لعبش في القدامى. أنا مثلا ككمال عمري ما لعبت مع قدامى فريق تاني. أنت سبقت وقتك، أنت مارست الاحتراف قبل ما يمارسوا الليبيين. أنا مصباح لعبت في اتحاد ولعبت في المدينة ولعبت في الشط وخدت معهم كاس. لكن ما استمرت فترة طويلة. مش فترة طويلة. رجعت لبيتك. رجعت لبيتي. تو لما يلعبوا قدامى مستحيل نلعب مع المدينة ولا مع الشط ولا أنا نادي الأهلي وتربيت في نادي الأهلي ونادي الأهلي صاحب فضل عليا وعيب الكل صح. إنسان ينكر كلام زيادة. أنا فضل واللي أنا فيه. أنا نشكرك اليوم ونشكر صراحتك صراحة يعني وهذا يعني من ثقافتك ومن علمك ومن أدبياتك إنك أنت يعني تقول لي في خاطرك يعني. طبعا أنا سلس واللي في دماغي نقوله واللي نفكر فيه ونشعر به حنقوله. مصباح أنا النادي الأهلي هو بيتي الثاني، خلي اللي بيقول يقول واللي بيتكلم هذاك هو حر. لكن أنا بيتي الثاني، هذا النادي اللي رباني، النادي اللي عرفني بالناس، النادي اللي دار لي اسم في ليبيا. أنا الحمد لله عندي اسم. بعدين أنت رجعت لي الأهلي وخذيت معهم بطولات ودرت أهداف في الديربي. نبغى نعرفوا قديش خذت بطولة وقديش درت جول في الديربي. أنا طبعا الديربيات قلت لك لعبت 10 مباريات أو 8 مباريات فزت فيهم جميعا. عندي زوز أهداف والحمد لله واحد منهم كان في بطولة نهائي بطولة بنغازي. نهائي بطولة بنغازي أنا وعادل الخزام سجلنا الأهداف. وخديت مع الأهلي 3 بطولات متتالية اللي هم 92 93 93 94 94 95. خديت مع الأهلي زوز كؤوس وهذا طبعا شرف لي أن أنا توجت مع نادي الأهلي وكنت من الناس اللي مكتوب اسمهم أنه هو بطل في نادي الأهلي. تمام. مع زملائي يعني اللي كانوا يلعبوا. مشرف نادي الأهلي صراحة. الحمد لله رب العالمين. وأعطوك مهمة صعبة نادي الأهلي يعني أنت اخترتها أو هم كلفوك بها في نادي الأهلي فترة طويلة ما شاء الله. تنقطع فترات لكن ترجع مرة ثانية. طبعا أنا فترة الناشئين هي يعني عادة الإنسان اللي مثقف ومتعلم ومتخرج يعني شد تدريب ولعب ونجم، لكن أنت اخترت حاجة تانية. هل حد كلفك بها ونصحك بها وأنت كبيراتك يعني؟ أنا كمصباح في البداية اخترت التدريب طبعا أنا وعندي شهادة سي وخديت حتى السي كويس. ودربت نادي العزيمة هذا في 2009. 2011 وليت مساعد مدرب مع عادل الخزام في نادي الجزيرة. كويس. وصارت في 2011 الثورة وقف كل شيء. رجعت الكورة الأهلي طبعا جاء السيد ساسي عون ربي يذكره بالخير ولا رئيس نادي وجاب معاه عادل بن عيسى مدير كورة. وقتها مش فاصلين الفئات السنية على الفريق الأول كاملة. عادل مدير كورة للكل. ناداني عادل للأمانة. عادل بن عيسى هو اللي ناداني. يذكره بالخير. الله يذكره بالخير طبعا صاحبنا وصديقنا. هو رئيس نادي ساسي عون. أيوه ساسي كان رئيس نادي وهو جاب مدير كورة. جابني قال لي كمال أنا نبيك معاي تكون مسؤول عن قطاع الفئات السنية. من اللحظة ذيك خلاص خش دماغي الموضوع وبديت مع الفئات السنية. قعدنا فترة وبعدين انفصلنا. بعدين فصلت ولت إدارة الفئات السنية بروحها وإدارة الفريق الأول بروحها لأن مهام إدارة الفريق الأول كبيرة هلبة. صحيح. وتعرف أنت الكورة في ليبيا مسؤوليات وبدت الكورة في ليبيا الفريق الأول هو كل شيء. ويبوا النتائج ويبوا قلت له عادة نقول لك حاجة راهو هلبة. أنت بتقعد مشرف علي أنا عفوا تفضل تقعد مسؤول علي أنا وأنا نعطيك وأنت تجيب ونقول لك نبوا ونديروا. اقتنع عادل بالكلام عرض على رئيس النادي قال له خلاص قال له خلي كمال مسؤول على الفئات السنية وأنا على الكبار واستمريت في دكتور كمال هل ترى أن القاعدة الأساسية لنجاح أي نادي هي الفئات السنية حاليا بعد الاحتراف؟ بالنسبة لي أنا هذا موضوع ما فيش نقاش. باهي يطلعوا نجوم يا كابتن وأنت يعني عاصرتها هي يطلعوا نجوم وما يلعبوش في الكبار يجيبوا في الواتي. هذه شنو انت عانيتها وتعرف يعني شنو الحلول او النصيحه اللي تقدمها للانديه على الاقل باش انا بالنسبه لي انا كانت عندي نصيحه حتى من زمان. انا دائما ننظر للاعب اللي من النادي هذا لازم يكون موجود. صح بتجيب اللاعب المميز بتجيب اللاعب اللي يزيد لك قيمه الفريق ويؤدي للفريق. انا متفق فيها. لو فرغت الفريق من ابناء النادي مش يبدا فيها طعم. صح مش يبدا فيها هذيك الروح. صح في اي لحظه يرخوك في اي لحظه لانه هو عقد في النهايه ماشي. هذه حاجه موجوده في الكوره. انا كنت نرى
وزمان حتى درسنا فيه الموضوع هذا مع الإدارة السابقة. أنا ديما نقول إحنا ليبيا كانت اتحاد الكرة متاعنا يعطي في 30 بطاقة، يعطي في 30 بطاقة. أنا كنت نرى 25 بطاقة للمدرب و5 بطاقات لإدارة النادي. إدارة النادي اللي مني للصغار متاع النادي اللي طالعين من الأواسط وبيخشوا للكبار، هادو ينضافوا للكبار ال5 رياضيين. لما يقعدوا يتمرنوا مع الكبار مصباح هنا يبان لك جودة الرياضي، هل هو يقدر يستمر في نادي الأهلي ويكون معانا ولا ما يستمرش، ولا هذا يستحق أنه يطلع إعارة. تو احنا جتنا فرصة لا تسكت، جتنا فرصة مرة مشينا لرحلة للدول الأوروبية، الفئات السنية الوالد يحط في البرتغال ولا؟ ايه الوالد يحط او المسؤول اللي يجيب الطفل يحطه في الباركينج اللي هو محطة السيارة ويروح على حاله. طبعا ما يخش يتفرج الا كان ضروري دعوه يجي يتفرج الواحد ما يخش. لكن في ليبيا من 2011 على جاي تاثير اولياء الامور مشجعين، كيف قدرت انت تقضي عليها او تقدر تحت الضغوط هي يعني هذه تقضي عليها بحاجه واحده، ممنوع يعني الدخول. واحد يقول ده يلعب مصباح ممنوع الدخول للنادي في العالم كله. في العالم صعب بسك نادي في طرابلس او بسك نادي في ليبيا مصباح في العالم كله التمارين ما يتفرجوش عليها ما يتفرجوش عليه التمارين. تمرين معين معنوي، تمرين معين يفتح بإذن من المدرب، ما تفرجش، حط ولدك برا على حالك. وبعدين احنا ما عندناش نظام الاشتراكات الكبيره اللي تخلي ما يشتركش الا اللي فعلا يحب الرياضه ويحب الكوره. انت اولياء الامور توفيات سنين عشتها كلها تبي صغارها تلعب، راو يلعبوا 11 يا ناس، صح راو يلعبوا 11. انت عندك 30 رياضي بيلعبوا 11. المدرب شاف مصباح خير من كمال يلعب مصباح، هو لا يشوف ولده خير من مصباح، يدير لك مشكله، يدير لك مشكله هنا. ما حتى الدوله حتى لازم تدير ضوابط بصفه عامه في الرياضه، يعني سواء الفئات السنيه لازم تنبيهم صراحه. هذا مستقبل الجانب التربوي، هذا مستقبل ليبيا صراحه. مصباح احنا تو نتبع كده، انت تتبع بطوله 17 سنه تفرجت هنا يبان لك الفرق بين الدول المهتمه بالرياضه وبين احنا كليبيا. هو الجانب التربوي والتعليمي هو الاساس. النتائج، الاداء، وضع الفريق الجزائري مصباح 22 محترف، الفريق الجزائري اللي جانا 22 محترف. هذا تحت 17 هم تحت 17. لما تتكلم على 22 محترف يا مصباح معناه الدولة، هذا مش نادي، هذا مش نادي راو، هذا تخطيط دولة، تخطيط دولة. يبوا بعد 5 6 سنين 7 سنين يلقوا عندهم منتخب. الفريق المغربي بطل العالم تحت 20 عام، الناس خدمت قبلنا، ناس خدموا حتى الخليج، كلهم فتونا مصباح، كلهم فتونا. احنا دورياتنا للأمانة من 3 سنين فاتوا داروا دوري فئات سنية. أنا واحد من الناس عجبني، داروا الممتاز، دوري فئات السنية الممتاز. دوري فئات السنية الممتاز كان فيه ندية، لكن أنت لما تلعب دوري فئات سنية، أنا نلعب مع اللي يلعب في الدرجة الأولى، أنا نادي الأهلي، أنا نادي الأهلي ولا نادي المدينة ولا اتحاد ولا أهلي بنغازي، ولا تلعب مع اللي يلعب في الدرجة الأولى، يلعب مع الدرجة الثالثة، ويلعب ما يمشيش. وتكتر عدد المباريات، لازم تكتر عدد المباريات باش ينضج الرياضي. لازم الرياضي لازم يلعب 25 و30 مباراة في الموسم باش انت تزيد تنمي له مهاراته، تنمي له مداركه، تعلمه، توعيه. هو الكوادر اللي متعلمه واخذه شهاده كلها برا الدائره كرة القدم، كلها دايره. بعدين في حاجه مصباح كانوا يديروا فيها زمان تو مش موجوده. علاش الصغار ما يلعبوش قبل الكبار وبالجمهور؟ الاحتياط، ايه زي ما زمان كانت فيه الاحتياط. حتى احنا لواسط زمان مصباح مش الاحتياط، احنا جينا احنا كانوا يلعبوا الاهلي الكبار يلعبوا قبلهم لواسط. صحيح. ايه خليه هو عمره 14 و15 16 سنه، خليه يتفرج عليه 30,000 يعني، خليه يعيش الضغط. يعني كل المسؤولين واللي لعبوا والخبراء في الرياضه يعطوا في طاقه سلبيه، يعني عندهم هلبة ملاحظات على الدوري وعلى الكره في ليبيا ما في حد ياخذ فيها. طبعا كمال، دكتور كمال، لو عاد بك الزمن هل ستغير في مسيرتك بخصوص كمال الزروق؟ بالنسبه لي انا راضي على كل فترتي، سواء كنت لاعب في نادي الاهلي. طبعا الانديه الثانيه لعبت فيها ما لعبتش فيها فتره طويله، فتره قصيره، لكن انا راضي على كل حاجه درتها ودرتها عن قناعه، لان هذه حياتي وانا لازم تمشي حياتي بالطريقه هذه. لما جيت للفئات السنيه طبعا انا ما دخلنيش بالناس، لكن يشهد ربي اني والله ما حاولت نظلم شخص، وراضي على كل الفتره اللي قضيتها في الفئات السنيه، سواء بالاخفاقات او بالنجاحات، لان في كره القدم في اخفاق وفي نجاح. انا مشرف مثلا 8 سنين فئات سنيه، مش حنكون 8 سنين بطل، صح،
مش حناخذ بطولات في 8 سنين، حنخسر. هو الاسره الواحده يصير فيها اختلاف، صح عليك. لكن انا ولما انت بتشد مسؤول مستحيل الانسان يعدل للكل، يقول انا يعدل. انا في نقطه واحده بنقولها مصباح للناس اللي تتكلم في الموضوع هذا. انا كمال الزروق بالك ما يعرفوش، كان ولدي موجود في الفئات السنيه ياخذوا فيه من ضمن ال25، لكن قسم بالله مصباح ما يلعب. ونتحدى اي مدرب دربوا معاي انا، ممكن 25 30 مدرب من صغار الاهلي ومن برا من الاهلي جو دربوا في نادي الاهلي، يجي يقول قال لي كمال لاعب ولدي. معناه انا مصباح لو بندير واسطه ولدي اولى انسان بها، ما عنديش اعز من ولدي، ولدي اولى انسان بالموضوع هذا. صحيح. انت كمال قضيت وقت كبير في نادي الاهلي، سواء لاعب سواء مسؤول يعني في فئات سنيه، ماذا يعني لك نادي الاهلي؟ نادي الاهلي حياتنا مصباح. نادي الاهلي زي ما قلت لك في البدايه هو عشقنا اللي عشنا به. نادي الاهلي هو اللي خلانا نعرفوا الحياه والناس تعرفنا. مش حاجه سهله لما نخش لي محل يقولوا هو كمال اللي كان يلعب في نادي الاهلي، انت كمال لعبت في نادي الاهلي. هذه ما هي سهله للي يفهم معناها. نادي الاهلي علمنا ان نحترموا الناس الكبيره، علمنا ان هذا مدربي، خلاص هذا مدربي ان شاء الله بعد 50 سنه لازم نحترمه. لازم لليوم انا لما نشوف الحاج عبد الباري، نشوف الحاج مصطفى الاربش، نشوف علي الاسود، يا استاذ يا زعيم، لان هذا قدم له كل تقدير واحترام لان هذا اللي تعلمناه في نادي الاهلي يا مصباح. وان شاء الله كل الاجيال تتعلم الحاجات هذه، لان في الاخير الرياضه تربيه قبل ما تكون كوره. لازم الرياضي يحترم الناس اللي قدامه ويحترم مدربينه ويقدرهم حتى بعد اللي يبطل الكوره. نصيحه حتى بعد اللي يبطل الكوره يوم تلقى مدربه في الطريق لازم يحترمه. الوقت سعفنا معك بس ما فات الوقت. حتى انا ما شاء الله انسجمت معك صبيح. على الاقل طلعنا اللي في خاطرك احنا في النهايه. الحمد لله. يبارك فيك مصباح، يبارك فيك صبيح. كلمه اخيره توجهها للجماهير بصفه عامه وجمهور الاهلي بصفه خاصه، كلمه اخيره توجهها. والله شو بنقول جمهور نادي الاهلي؟ جمهور نادي الاهلي مش لينا نين كلمه. جمهور نادي الاهلي جمهور وفي، جمهور يحب ناديه لدرجه مرات يديروا حاجه غلط من حبهم لنادي الاهلي. ونقول لهم استمروا مع ناديكم، هذا راهو نادينا. احنا تعودنا ان نكونوا دائما الرقم 1 في ليبيا، لكن رقم 1 بكم انتم. فرقنا في كل الالعاب تكون رقم 1 بكم انتم، في السراء وفي الضراء مع الفريق. هذا اللي بنقوله مصباح. نتمنى وقت الانتكاسه، لان لازم اي نادي تصير له انتكاسه يكون عامل ايجابي، لازم تكونوا جمهورنا عامل الايجابي وقت الانتكاسه. لان توا الحمد لله نتائجنا ماشيه، فرقنا تاخذ في البطولات، لكن ما تعرفش الانتكاسه امتى تجيك، بعد 3 سنين، بعد 5 سنين، بعد 6 شهور. يوم الانتكاسه هنا الجمهور يوقف مع ناديه. وانا واثق من جمهور الاهلي أنه فعلا يحب نادي الأهلي حب كبير. إن شاء الله ديما هيك، إن شاء الله تعودوا للملاعب وتشجعوا، لأن الكورة متعتها أنكم أنتم موجودين. أنا مصباح نقول في كلمة زمان، نقول اللي ما لعبش قدام 40 و50 ألف من جمهور الأهلي راه ما لعبش الكورة. متعتها بالجمهور، متعتها بالجمهور. وانت تعرف إمكانياتك لما يبدأ في جمهور. صحيح. واحد يسبك وواحد يشجعك، هنا تبان. هو فترة احنا حتى لما لعبنا والنتائج دي مش مليحه، حتى في التمارين الجمهور يدير عنا في ضغط. طبعا يدير لنا في ضغط. ومرات جمهور مصباح هو اللي يمسك المباراه. اللي ماشي جمهور يعني. تعرف في مباريات مصباح لما يتسجل فينا الجول تسمع عيطة جمهور الاهلي تقول احنا سجلنا. صارت اكثر من مره. مزبوط. لو واحد البرا يقول حي الاهلي سجلوا جول، تخش تلقى جول فينا احنا. هذه تعطي دافع معنوي للرياضي، تخليك معقوله خش فيها جول وجمهوري قاعد ينقز ويعيط. معناها انت كلاعب بتولي تعطي 200%. كابتن كمال صراحة نشكروك على رحاب صدرك وسعة بالك معنا وعلى تواضعك وجيت معنا في اللقاء هذا. كيف شرف لنا مصباح ان نقابل معك. نشكرك الله فيك، نشكروك كمال على جيتك وقبولك الدعوة، وإن شاء الله ربي يوفقك، وإن شاء الله نلقوا يعني ناس تسمع أصوات الناس اللي متعلمة ومتقفة دي تاخذ بالملاحظات نتاعها. مصباح نقول لك شكرا لك انت، شكرا للأخوة القائمين على هذا البرنامج. وهذه راهو مش حاجة سهلة، لفتة اللي درتوها على الأقل الناس تعرف الأجيال القديمة وتعرف تاريخ نادينا. هذه حاجة كبيرة بالنسبة لي. احنا إن شاء الله ربي يوفقكم، إن شاء الله تديروا ما أحسن، ونشوفوا رياضيين تانيين وإداريين زي ما قلت أنت بكري، وحتى في مرات مشجعين مخضرمين يعرفوا تاريخ الأهلي، تجيبوهم ويحكوا على تاريخ الأهلي ويحكوا على رياضيين الأهلي. بارك الله فيكم. شكرا لك كابتن كمال، شكرا لك، تحياتي لك. أعزائي المشاهدين، نصل لنهاية الحلقة مع الكابتن كمال الزروق. في الماضي اللي فات نحييكم، وفي حلقة قادمة مع ضيف جديد إن شاء الله. دمتم بسلام.